السلام عليكم. رح نحضر اليوم 4 أصناف فطائر بعجينة الباف بيستري، سهلة ولذيذة وجدا سريعة، ما تاخذ وقت. الصنف الأول رح يكون فطائر الزعتر. في صينية مدهونة بالزيت أو مبطنة بورق زبدة نحط شرائح الباف بيستري ونحضر للحشوة. عبارة عن ملعقتين زعتر شامي وشوية زيت زيتون، تقريبا ملعقتين من زيت الزيتون، نحرك فيهم وناخذ ملعقة من الحشوة ونحطها بشكل مائل، نحط عليها شريحة جبن شيدر أو جبن موزاريلا وشريحة طماطم ونقفلها من النص بالطريقة الظاهرة بالفيديو، وضروري نضغط عليها بقوة عشان ما تفك وقت الخبز. دهنتها بالحليب ورشيتها بالسمسم المحمص، وعشان أثبتها زيادة دخلت فيها عود. طبعا ممكن تستغنوا عن العود إذا ضغطوها بقوة. الحشوة الثانية عبارة عن ملعقة طعام من صلصة البيتزا. أنا سويت صلصة البيتزا السريعة، عبارة عن ملعقة صلصة وملعقتين كاتشب، حركتهم مع بعض وصاروا جاهزين. طبعا ممكن تسووا صلصة البيتزا المعروفة. حطيت عليها الحين شريحة جبن شيدر وشريحة طماطم وقفلتها من النص، وضروري نضغط عليها. دهنتها بالحليب ورشيتها بالسمسم المحمص وثبتها بالعود، وندخلها الفرن ساخن الرف الأوسط على 180، تحمر من تحت بعدين نحمرها من فوق. وهذه الفطائر بعد ما طلعت من الفرن ما تتخيلوا ريحتها ولا طعمها، جدا جدا شهية. الصنف الثاني راح يكون فطائر بحشوة البطاطس الشهية. نحضر للحشوة. في طاوة نحط ملعقتين زيت وبصلة متوسطة مفرومة، نقلب فيها حتى تذبل، وبعدها نضيف فلفل بارد مفروم وفصين ثوم مفرومين، نحرك فيهم حتى تطلع نكهة الثوم، وبعدها نضيف مكعب واحد ماجي وملعقة صغيرة فلفل أسود وملعقة صغيرة بهارات مشكلة ونص ملعقة صغيرة كركم ونص ملعقة كبيرة بابريكا. نحرك فيهم حتى يذوب الماجي، وبعدها نضيف حبتين بطاطس مسلوقة وشبه مهروسة. نحرك البطاطس مع الكشنة حتى يتجانسوا، وبعدها نطفي النار وتكون جاهزة. في صينية مبطنة بورق زبدة نحط شرائح الباف ونسوي فيها فتحات بالشوكة وندهنها من الجوانب بالبيض، وبعدها نحط تقريبا ملعقتين من حشوة البطاطس وجبن موزاريلا أو شريحة من جبن الشيدر، نغطيها بشريحة ثانية من عجينة الباف أو الباف بيستري ونضغط عليها من الأطراف. طبعا البيض ما راح يخليها تفك، بس ضروري نضغط عليها احتياطا. نسوي فيها فتحات، منها شكل جمالي ومنها عشان ما تفك. طبعا الباف بيستري يعني يفك بشكل مو طبيعي بالفرن، فلازم نحذر. الحين دهنتها بالبيض ورشيتها بالسمسم والحبة السوداء. أنا سويت 4 حبات. الحين ندخلها الفرن ساخن الرف الأوسط، تحمر من تحت وبعدين نحمرها من فوق، طبعا على درجة 180. وهذه الفطائر بعد ما طلعت. الصنف الثالث راح يكون فطائر بحشوة الدجاج، جدا لذيذة وشهية. في طاوة نحط ملعقتين زيت وبصلة متوسطة مفرومة، نحرك في البصلة حتى تذبل، وبعدها نضيف نصف صدر دجاج مفروم ونحرك في الدجاج حتى يتغير لونه، وبعدها نضيف
ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة بهارات مشكلة، ونص ملعقة صغيرة ملح. نحرك فيهم حتى تطلع نكهة البهارات، وبعدها نطفي النار وتكون جاهزة معانا. ننزل الحشوة في طبق عميق عشان تبرد، ونحط عليها الخضار، عبارة عن 3 كوب بقدونس مفروم، و3 كوب جبن موزاريلا، و3 كوب زيتون شرائح. نحرك فيهم وتكون الحشوة جاهزة. في صينية مبطنة بورق زبدة نحط شرائح الباف، ونسوي فيها وندهنها من الجوانب بالبيض، ونسوي فيها فتحات بالشوكة. ونفتح شريحة ثانية من الباف بيستري بهذا الشكل، على شكل دائري. راح ناخذ الجوانب، أما اللي بالنص راح نسوي فيه صنف رابع. شوفوا الجوانب بس اللي راح نستفيد منها. نحطها على شريحة الباف ونضغطها، ونحاول نسويها، وبعدها نحط تقريبا 3 ملاعق من الحشوة اللي سويناها ونسويها. ندهنها بالبيض، طبعا ندهن بس الجوانب العجين يعني بس، ونحط شريحة طماطم وتكون جاهزة. نرشها بالسمسم المحمص، ممكن نرشها بالحبة السوداء لو نحب. ندخلها الفرن ساخن على 180 الرف الأوسط، نفس الشيء تحمر من تحت بعدين نحمرها من فوق. وهذه الفطائر بعد ما طلعناها من الفرن شكل وطعم لا يعلى عليه. الصنف الرابع راح نستفيد من العجين الباقي من الباف حق الصنف الثالث. نحط فيه صلصة بيتزا وجبن موزاريلا وشرائح زيتون وشرائح فلفل بارد، ونفس الشيء ندخلها للفرن بس تحمر من تحت بعدين نحمرها من فوق. وهذه الفطائر صارت جاهزة، كمية وفيرة وحشوات متعددة ولذيذة. جربوها واعطوني رأيكم بالكومنتات. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم على خير، ومع السلامة.